لو لسه صاحيه من النوم وحاسه ان يومك مكركب فوق دماغك والمسؤوليات وكل حاجه بجد حرفيا مش متنظمه، خصوصا لو زوجه او ام، فاحب اقولك ان الفلوج ده هيفيدك جدا. النهارده هعمل لكم ادي ماي لايف، بس من وسط كل حاجه متلخبطه. عندي 600 حاجه المفروض تتعمل، البيت حقيقي فوق دماغي، عندي شغل وعندي طبيخ وعندي بيت عندي نفسي عندي حاجات كتير قوي. فلو حاسه ان انتي متلخبطه كده زيي ومش متشجعه بقى خالص ومقفوله من اليوم، فيا رب يظهر لك الفيديو ده، لان الفيديو ده ليكي واعتقد انه هيشجعك، لاني قررت انه انا مش هخلي اليوم يمشي بايظ. الساعه دلوقتي 10 الصبح وانا بادئه يومي من 7، بس يعني هبدا الفلوج معاكم من 10 الصبح، فبليز كيب واتشينج. جيت على المكتب بقى عشان حاسه ان انا ضيعت وقت شويه. اصلا محتاجين نسال نفسنا سؤال كده قبل ما نبدا يومنا، هو انا اللخبطه او الضغط جاي منين؟ يعني انا ليه حاسه ان يومي مضغوط، او ليه حاسه ان انا مش هلحق اعمل حاجه؟ السؤال ده لازم نجاوب عليه، علشان هو السر في ان احنا نعرف نظبط يومنا من اوله بشكل حلو ويبقى يوم لطيف مع بعض. هديكم مثال يعني في حالتي. انا كنت مخططه لحاجات في الاسبوع ده فيما يخص شغلي من الاسبوع اللي فات، فانا اوريدي معايا هنا كل الحاجات اللي انا المفروض محتاجه اعملها النهارده، بس بتجد ظروف ساعات بتخلي كل حاجه تبقى مضغوطه. فهنا محتاجه اعرف سبب الضغط، دي اول حاجه. 2، محتاجه اعرف الاولويات بتاعه يومي. الاولويات دي بحددها بالحاجه اللي هتاثر على باقي الحاجات. يعني لو انا عايزه اصور وعايزه اروق، فمثلا اعمل ايه الاول؟ هنا انا المفروض اروق الاول، لانه التصوير مثلا محتاج ان المكان اللي انا هصوره يبقى لطيف. طيب لو انا هصور هو في مكان واحد، ممكن اصور الاول، لانه التصوير هيقلب لي الدنيا. بتختاري ايه اللي هيأثر على ايه، وبالتالي بتبداي تحطي اولوياتك. وانا عملت لكم فيديو قبل كده عن الموضوع ده. انا كهدير دلوقتي مزنوقه جدا ان الساعه بقت 12، وانا وديت خديجه النيرسري، المفروض ان انا بجيبها ما بين 3 يعني 3 ونص، قليل قوي لما بسيبها بعد كده. فببقى مزنوقه انه انا المفروض اخلص في الكام ساعه دول الحاجات دي. بس لما خديجه بتيجي هي بتاخد ناب كمان ساعتين، فانا بيبقى عندي دلوقتي 2 اوبشنز، ان انا اخلص حاجات الصبح، وفي حاجات لما خديجه تيجي انا بخلصها. من هنا بقى هبدا اقسم يومي. فدلوقتي كل اللي انا هعمله، ان انا وانتي كمان هتعمليه، انك هتقسمي دلوقتي الساعات اللي المفروض تنجزي فيها عدد من المهام. والمهام دي هنقسمها ما بين النهارده وبكره، يعني ممكن تختاري 3 حاجات بس عشان ما تضغطيش على نفسك، وقسميهم لاولويات، وبالتالي يومك هيتنظم وما تضيعيش وقت وما تمسكيش موبايلك لحد ما تخلصي كل الحاجات دي. فهو ده اللي انا هعمله في يومي النهارده. طيب انا دلوقتي غيرت في بلان الشغل شويه وكتبت كل الحاجات اللي ورايا، ودلوقتي هبدا اعملهم بالاولويات لحد ما خديجه تيجي. المفروض ان انا يومي ما كانش هيبقى كده، المفروض ان انا مقرره ان بعد كده يومي الصبح كله هيبقى شغل، ما عدا ساعه هيبقى للبيت والطبيخ وكده. بس اتس اوكي زي ما قلت لكم، الفلوج ده عشان احنا متلخبطين. دلوقتي يلا بينا بقى، هبدا اشغل ميوزك. ما تخش انا هتكلم كتير، انا بحب الكلام. المهم هشغل بقى ميوزك وابدا اخلص الحاجات الساعه 12. فانا عايزه من 1 لحد 2، من 12 1 2 لحد الساعه 2 اكون خلصت الحاجات دي، ويتبقى لي ساعه قبل ما ديجا تيجي. فيلا بينا بسرعه بسرعه بسرعه. Podría escribir un muro de lamentos, inventar alguna excusa para irme lejos, escaparme a algún planeta, ser Romeo y tú Julieta. Podría engañarme, decir no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero. Nena, eres todo lo que quiero, sabes cómo me arrepiento. No tengo mucho más que decir, baby, I'm sorry, no te quise herir. Sabes que mi mundo gira para ti, eres todo para. بقى ساندوتش بسيط وشويه فروتس كده، عشان انا عايزه بصراحه الفتره الجايه اهتم باكلي.
فقبل ما ابقى عايزه اعمل دايت او اي حاجه محتاجه اهتم بوجباتي، لاني بقعد طول اليوم ما اكلش لحد الغدا اللي هو لحد الساعه مثلا 4-5، وعشان مشاكل القولون عندي ومعدتي ده اصلا غلط جدا وبيتعبني. فقررت بصراحه ان انا اهتم نفسي في الموضوع ده. فقلت اعمل كده ساندويتش واعمل شويه فروتس كده وميه، وهقعد كده 10 دقايق وبعدين اقوم اكمل. المهم ان انت يعني ايه تشحني نفسك كده في النص شويه. فانا دلوقتي هطمن على خديجه كده وبعدين بقى اقوم اكمل. Superar la cuenta de Bill Gates, ser un Superman que te sirva el té, podría ser como Denzel Washington. اوكي، اخباركم ايه؟ منوريني في مطبخي والله البسيط البسيط. على مرور السنين اللي فاتوا ما وريتكوش هدير الشيف اللي جواه يا جماعه. عايزه والله اشتري شويه حاجات كده حلوه، ابقى بصور بقى اصور لكم اكلات. على فكره بعمل اكل حلو قوي، يعني بعمل عادي اللي هو رز وبطاطس ولحمه بفراخ باميه، الحاجات دي بعملها وحلوه، بس مش ده نوعي المفضل في الطبيخ بصراحه. انا بحب بقى الحاجات اللي هي الغريبه زي اكله النهارده. هعمل باتر تشيكن. انا قررت ابدا بالتتبيله، زي ما انتم عارفين وقتنا ضيق، فهتبل الفراخ عشان بتاخد حوالي نص ساعه في التتبيله، وهي بتتبل اولع على الرز، فهيبقى فاضل لي الصوص سهل. حتى لو اجلته سيكه هبقى قشطه مش متاخره يعني. كنت في فتره عصيبه جدا وقررت ان انا محتاجه ابعد عن البيت شويه، فسافرت قعدت عند اهلي في بورسعيد، وكنت بنهار وبعيط وكده. قعدت حوالي اكتر من اسبوع، وكنت واخده بريك كده بقى وبفكر في حاجات كتير، وتوصلت لحاجه وهي دي السر اللي هكلمكم فيه الفيديو اللي جاي. هو ايه الحاجه اللي ممكن تتسبب في ان انت تبقي كارهه كل دورك وكل الحاجات اللي بتعمليها في حياتك، بل وممكن تحسي انك كارهه حياتك كلها. طبعا استغفر الله يا رب، الحمد لله على كل النعم اللي في حياتنا، والحمد لله على عيلتنا، على بيتنا، على سترنا، على هدوءنا، على كل ده. بس ده موضوع الفيديو الجاي وهقول لكم عليه. المهم ان انا هعمل دلوقتي التتبيله دي. باتر تشيكن اكله هندي فبحبها، بنحبها كلنا يعني قوي، وهعملها هتبلها. وكنت واعده خديجه ان انا عاملاها سربرايز، فاشتريت دول اهو. اشتريت دول ايس كريم، مش عارفه لسه بيتعملوا ازاي، بس انا وعدانه ان انا اعمل لها مفاجاه، فده لازم اعمله قبل ما هي تيجي، يا اما هتجري ورايا. دي بقى الفراخ متبله، وهعمل ديجا الايس كريم بتاعها، بس عشان ما ازهقكوش قوي كده في فقره المطبخ بتاعتي. لو بتحبوا تبقوا معايا في المطبخ والله يعني عرفوني. الساعه دلوقتي بقت 3:15، مش عارفه باينه ولا لا، مش باينه. المهم الساعه دلوقتي 3:15، حاسه اني اتاخرت على خديجه عشان مش متعوده كل يوم الساعه 3 ببقى عندها. مش بحب ان هي تبدا تشوف الناس بتمشي وهي لسه قاعده خالص، بحب تبقى من اول الناس اللي بتمشي، مش عارفه ليه. فخلاص هروح اجيبها سريعا. خليني اقول لكم انجزت ايه. انا خلصت البيت الحمد لله، خلصت الطبيخ، خلصت كمان حاجات من الشغل، بس لسه ورايا حاجات اكتر فهعملها لما خديجه تاخد ناب. دلوقتي هروح اجيبها، هي تاني كوبايه قهوه هروح اجيبها بقى. وبحب اقعد كده بتاع نص ساعه او اكتر اتكلم معاها بس، وناكل، وبعدين بقى بتاخد ناب. مش عارفه بقى اصور لكم بعد كده ولا لا، بس هشوف. انتي هتصوري؟ هتصوري ايه؟ عملتي ايه في السكول؟ عملتي ايه في السكول؟ انا كنت بعيط. بتعيطي؟ بعيطاكي بجد؟ امال انا كنت شايفاكي في الموبايل بتلعبي يعني، مش بتعيطي. عيطتي قد كده؟ وقت كده وبعدين رقصتي ازاي؟ كده. أدوارنا في الحياة ومسؤولياتنا ساعات كتير قوي بتكون صعبة وبتكون ضغط كبير قوي علينا، وبتحسسنا الوقت من الأوقات إن احنا فاشلين ومش عارفين نحقق حاجة. وساعات كمان بتتسبب إن احنا نبقى كارهين كل حاجة في الدنيا، وحتى ناسين الباشن بتاعنا في الحياة. بقولك إنه السر في حاجة بسيطة قوي، السر في تنظيمنا لوقتنا، إن احنا نبقى على دراية كافية بأولوياتنا. كمان إن احنا في النص ما ننساش نفسنا، وما ننساش إن احنا جزء مهم جدا من حياتنا مهما كانت الأدوار والمسؤوليات اللي مطلوبة مننا. في البداية من انك تحبي نفسك وتهتمي دايما بيها. يا رب يكون الفلوج عجبكم، متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو لو عجبكم. بحبكم قوي قوي قوي. باي.